الولاده. المهم كانت مراتي تبع الدكتور حساسي، طبيب اختصاصي في الولاده. وكان تعاملت حتى اللي كيعملوا كاع الناس اللي كيبغيو يولدوا كيعملوا ثلاثه ديال لي كونترول يعني نورمالمون اثناء الحمل. ملي طلبنا من هذا السيد هذا اللي قربت الساعه طلبنا منه يولد لينا المراه في لاميتيال، هذا الطبيب هذا رفض. ملي قلنا له علاش جبرنا عنده المشكل مع لاميتيال ما كتبغيش تخلصوا، يعني قال لك اودي عنده قضيات اللي كيتاخروا عليه بزاف في الخلاص. المهم مشينا وهضرنا مع الطبيب تا هو اختصاصي في الولاده، هذا الطبيب بن شعبوشي بلا ميتويال في طنجه. وقال لك يودي هو ما يقبلش ليستوريك ديال حساسن، بغا يعدل ليستوريك ديالو، قال لك خصو يعتمد غير على داكشي ديالو. وحقيقه عدل ليستوريك ديالو وفين عطى بيان فيو ديالو في كلشي في الولاده. البيبي كان مزيان في كرش امها، يعني الحاله كانت واضحه. وقلنا صافي نمشيو في ساعه الولاده غادي تجيو باش تولدوا هنايا. ملي جات ساعه الولاده رجعنا للسبيطار باش ولد المراه، هاد الطبيب ما جاش. دخلنا في 8 الصباح، بقينا كنطلبوا توصلت المراه لواحد الحراره غريبه، يعني كان فيها الوجع كثير وكتطلب كترغب ديك القابله، كتقول لها عيط لي على الطبيب وهي خرا كتقول كتعيط على الطبيب، كتقول لها هما تجي هما تجي هما تجي، حتى وصلت حتى الجوج د النهار الطبيب ما جاش. صدقت حاولت هي تولدها بطريقه زعما واحد الطريقه اللي هي بشعه بزاف، لان بدات كطلع لها فوق كرشها كتفاعل. يعني هذيك هذا الوقت هذا حنا ماشي طرق اللي هي الولاده، واستعملت الفونتوز. نورمالمون بالنسبه للقبلات ما عندهمش حق يستعملوا الفونتوز. المهم حتى في الاخر كملت عامله ليها واحد تقريبا شي 9 ديال الغرزات باش تقدر تخرج العين، لان المراه ما قدرت ما وقعتلاش واحد ديلاتاسيون نورمال، فهمتي، بحال اللي كيقولوا هما بيدهم كيشهدوا عليها وقعت وصلت ل 4 سنتيم ديال الديلاتاسيون. والخبراء كلهم كيقولوا بان الولاده كانت طبيعيه، رغم انهم كيعترفوا بان المراه إنا با ديباسي ديك 4 سنتيم ديال الديلاتاسيون اللي هو غريب. يعني هاد الخبراء هادو بكل صراحه حرفوا الملف كيفاش ما بغاو. عندك الوثائق؟ عندي وثائق وحده بوحده، وكان اللي قلتو راه كنجبد وثائق بالدقه، وكنقول بان هادو راه زوروا، هادو شاركوا في واحد العمليه ديال التزوير. انا يعني بهذه البساطه، لان ما يمكنش واحد الطبيب بحال دابا صيفطوا لي حتى لكازا، بعدا واش هنا ما عندناش هنا الطب خبراء، لا صيفطوا لي حتى لكازا. ملي وصلت لكازا كيقول لي هذاك السيد اللي في كازا الخبير كيقول لك بلي ان هذا القاضي اللي صيفطني لعنده راه صاحبه. ما فهمتش انا علاش غيصيفطني انا حتى لكازا، وطلبت منه باش يعطيني واحد الطبيب اختصاصي، يعني اضعف ايمان يكون واحد النيورولوج او شي حاجه في واحد الاختصاص في هذا الميدان، هو باش يعطيني طبيب عام تما. هذاك الطبيب العام بعدا تخلص 3000 ديال الدرهم، وعاد كيقول لي عطيني شي 400 درهم ديال لي تامبر وما عرفت شنو، زدت له ديك 400 ديال الدرهم. وبصراحه هذاك السيد كان باغي الرشوه. ملي ما عطيتهالوش الله يعني ملي ما عطيتهالوش. شنو اسمه السيد؟ السيد كان سميتو جباره، دكتور جباره. هاد السيد طلب مني الرشوه بكل صراحه، ما عطيتلوش الرشوه. انا سحب لي السيد غادي يشوف الحاله ديال الطفله وغادي يعني ربما غادي يكون حشومه كاع يعمل هذا، يتصرف بشي طريقه ماشي هذيك، لان دينا الطفله معنا وكل شيء. وهذا الطبيب هذا الخبير هذا داكشي اللي قلت له قال لي كيفاش زعما كان خصها تكون الولاده، شرحت له انا كيفاش خصها تكون الولاده، ومشى كيقول ديك الكلام اللي قلته له انا، كيقول بلي ان القبله عملت داكشي اللي انا قلت له، وهي القبله ما حضرتش في الساعه ديال الخبره، وباركونت كيهضر عليها بحال اللي كانت معنا في الخبره، فهمتي، يعني كيتلعب بالميلاد. وعطيته 18 شهاده طبيه اللي ما ذكر حتى وحده فيها. يعني كيفاش ممكن؟ شحال وهي على هذه الحاله؟
وهذه من الازدياد ديالها، لان هذه شحال في البنيته عمرها هذه دابا يعني 13 سنه. هذه البنيته هذه المشكل ديالها والشواهد كتثبت هذه الحاله هذه. المشكل ديالها هو ان مشات تولد ملي ما قدرتش، يعني العائله غرقت في ديك الماء السلوي اللي كيتسمى بالعربيه يمكن ليكيد اميوتيك، غرقت فيه والاطباء كيقولوها. ومن بعد شدات ديك القبله وبقات كتعطيها واحد الطريقه الاكسجين بواحد الطريقه عشوائيه، لان كاين واحد التقنيات اللي هي خاصه بالاختصاصيين في هذه الحاله هذه. وهذه القبله عملت الخدمه ديال جينيكولوج وعملت الخدمه ديال طبيب اختصاصي في الريانيماسيون. يعني هذه القبله يعني شكون هي؟ يعني القبله فيها كل شيء صافي. هذه في طنجة. هذه القبله اللي قبلتها وبقات كتعطيها الاكسجين اللي زادت عقدت لها المشكل، لان شبرت بقات هي غارقه في يعني في الليكيد اميوتيك، وبدات كتعطيها الاكسجين اللي جعلت تدخل لها الاكسجين في الريات كثر وكثر، حتى من الدرجه اللي هذه الطفله هذه غابت ودخلت في الكوما. دخلت في الكوما بهذه الحاله هذه. وجات لعندي ما قبل كتقول لها بلي ان الطفله هذه ماتت، وواحد شويه وهي بقات كتغوت بوحدها، واحد الغوته ماشي طبيعيه، بقات بحال هكا غوتت بوحدها. ملي عاودت رجعنا نشوفوا العائله شحال اللي حيه من جديد، دخلت لواحد ليطا ديال يكون ديال كومبولسيون، تشنج اسمها كومبولسيون. الدنيا كانت عاد دابا يعني واحد زعما الصراحه. مورا هذا المشكل هذا الاطباء من بعد اللي مشيتي عندهم شنو كانوا كيقولوا لك؟ دابا حنا باقيين تما، جا واحد الطبيب اللي هو اخصائي في الريانيماسيون، وانما جاب واحد الروتار كبير، جا يعني واحد شويه اكثر من الساعه اللي ما كان. وهذا المشكل هذا في الاختناق يعني حنا شفناه بعد المجلات في الانترنت وهذا، بلي انا يوسف في واحد دو مينوت باش يوقع هذا المشكل. يوقع اختناق في الحاله، يعني الدريه كيمكن لها تضيع ديك لا نيورون بسيكوموتريس، هي الخلايا الاولانيه اللي كتضيع الدريه، يعني كيضيع الانسان اللي كيكون في واحد الحاله الاختناق. دابا هاد الناس اللي كتشوفهم انهم جات نص ساعه ما كان هذا الطبيب هذا، جا هو اختصاصي وسالت معه شنو هو المشكل، وجا قال لي بدي نشوف المشكل، الدريه غرقت قلت شنو هو الحل؟ قال لك الحل هو ان ما كاينش الحل، غادي يبقى خارج بشويه بشويه. وعطاني هذا الطبيب هذا، لان هذه النقط مهمه نقولهم، لان هذا الطبيب هذا عطاني باش نعمل الجروب سانغان ديال الطفله، باش يعملوا واحد الشوكه كتسمى انتي دي يماها ولا ما يعملوهاش، لان الا كانت فاصله الدم محلين معاها ولا ماشي بحال ياك. بحق ما عطانيش هذا الطبيب هذا اللي هو غريب، ما عطانيش هذا الطبيب نعمل التحاليل ونشوفوا هاد العائله هادو واش فيها شي انفيكسيون ولا شي حاجه. وهي في الحقيقه هذاك الطبيب كان متاكد بان الدريه ما كانش فيها، ما عندهاش انفيكسيون، اللي كان عندها المشكل هو ديال الاختناق. وباش بداو كيعرفوا الاطباء المشكل هذا هو ان ملي كيشوفوا الليكيد، يعني هذا الماء السلوي كيشوفوه ترانسبارون، كيكون واحد الماء ابيض، كيعرفوا ما كاينش ميكروب، يعني ما عندهمش علاش يصيفطوك ديك الساعه تعمل التحاليل، فهمتيني. ودازت واحد المده، ونهار اللي عولت انا ندعي هاد الكلينيك، هاد العياده هادي الكلينيك اللي عولت ندعيها، عطاني واحد الشهاده اللي ما قدرتش نقراها ديك الساعه اللي انا كنت بلا نضادر، ودوزت للبلديه نورمالمون وعملت لها ليغاليزاسيون، وجيت للدار وعاد عملت نضادر وبديت كنقراها. كان جبر انا السيد دخل ليا تماك انفيكسيون بولمونير، وانا عندي التحاليل اللي هما ما عطانيش التحاليل بحق انا عملت لها تحاليل، والتحاليل كيقولوا ما كاينش ابسونس دو جيرم، يعني ما كاينش ميكروب. ورجعت عند الطبيب بديك الشهاده ديالو وعطيتها له، وقلت له بلي ان هاد الشهاده اللي كتقول لتينا واللي كيقول التحاليل هذاك الشيء ماشي معقول، يعني هاد التناقض. دا هو دار فيا قال لي شوف
عطاني شهاده اخرى ودا ديك الاصليه بحق انا بقات عندي الاوريجينال. وقال لي شنو غادي يقول؟ قلت له غادي تقول لي بحال اللي ذكرتي لي النهار الاولاني شفتي الدريه في السبيطار، قلتي لي الدريه غرقت في الليكيد امنيوتيك وهذاك، وفي الاخر عطاني شهاده. وانما الطبيب هذا ملي حضر معنا في المحكمه قال لهم بابا هو السبب لان العائله ما داش الدريه للسبيطار. قلت له انا فين كنت دابا انا؟ وقاضي كتبها، القاضي كاتبه الهضره، القول هذا بعدا كاتبه. يعني المهم واحد الخردالي في الهضره، يعني هاد الناس هادو ما كيتركزوش حتى باش يعرفوا باش يكذبوا معوضين، غير كيخربقوا وعلى ذلك كيقدروا يغلبونا. ما فهمتش كيفاش القاضي بحال اللي ما كيقراش داكشي اللي كنقولوا له حنايا، كيقرا غير اللي كيقولوا له خبير ولا كيقولوا له. المهم رجعت مره اخرى كان عندي حق في الخبره الثانيه وطلبت الخبره الثانيه. ملي طلبت الخبره الثانيه كنطلب من القاضي كنقول له يصيفط لي واحد السيد اختصاصي. عاود صيفط لي واحد السيد اختصاصي، ما جازت واحد الفتره قليله وهو يغير لي الطبيب. ما عرفتش علاش المشكل، اما ما تفاهموش معاه ولا ما فهمتي. يعني هذه غريبه جاتني. من بعد صيفطوني عند واحد الطبيبه اخرى حتى هي طبيبه عامه، وشبرت شواهد ديال الاطباء اللي هما اختصاصيين كاملين، وكتبغي تضرب ديك الشواهد كاملين ديال الاطباء اللي هما اختصاصيين كتضربهم في الصفر. الرئيسه ديال السبيطار محمد الخامس ديال ديبارتمون ديال بيدياتري كتقول باللي ان هذه وقع لها لا سوفرونس نيوناتال، العائله تعذبت في الولاده، عذاب في الولاده، وهي كتدخل هاد السوفرونس نيوناتال بحال اللي ما كاين والو. اولا مثلا التراب، عرفنا التراب كيقول بلي ان هاد العائله هادي راه وقعت لها واحد لابسورسيون ديال وتخنقت وهذا. وحتى الطبيب اللي بغى يزور الشهاده راه في الاخر هذيك الشهاده فافورابل بلي انا في واحد الحاله حقا كيخربق. هذيك الشواهد كلها كتبغي تضربهم في الصفر وهي طبيبه عامه. فهمت؟ هذه حسبت هذه الحادثه هذه بحال شي حادثه السائر، بحال شي حاجه بحال اذا قدرتها. حين دعيتيهم للقضاء شنو كان المصير ديالهم؟ اسيدي كندعيوهم للقضاء، والقضاء بحال اللي ما كيتصنتش علينا حنايا اش كنقولوا له، كيسمع غير شنو قال الخبير ولا سمع شحال رغم الوثائق اللي عندك. نقدر نقول لك واحد المحكمه ابتدائيه، انا داكشي اللي كيقول لك القاضي تما نقدر نقول لك هذاك القاضي ما قراش حتى الملف وحكم علينا. شوف الهضره نقول لك الهضره، وكنثبت لك هذا المشكل علاش. لان السيد انا عطيه شواهد طبيه وعطيتهم ليه شواهد طبيه ليغاليزي، وكذب عليا في وجهنا، كذب عليا كيقول عطيتو شواهد ماشي ليغاليزي. شكون هذا القاضي هذا؟ هذا قاضي في محكمه ابتدائيه. يعني هذاك الملف كيخصو يكون تما، كان يمكن الانسان يرجع للملف يشوف هذا الملف هذا واش فيه وثائق ليغاليزي ولا ماشي ليغاليزي، وثاني واش المحكمه كتقبل من عند شي واحد شي وثيقه ماشي ليغاليزي. هذا اللي كنبغي نقول لك. هذا القاضي هذا نقول لك انا واحد الهضره، لان من خلال الهضره ديالو انا نقدر نقول الهضره هذا السيد هذا اللي الرابور اللي كتب هذا، نقدر نقول هذا السيد هذا هذا السيد ما قراش الملف اللي عطيناه. لان انا حضرت لي واحد الشهاده في نفس النهار اللي تزادت هذه الدريه من السبيطار محمد الخامس، ما بغاوش يقبلوها لي باش يدخلوها في الكوبوس، لان العائله قلت له انا ما غادي نخرجش من هنا حتى تعطيني، يعني تعطيه لي كتابه. قال له عطاني كتابه، قال لي لا العائله ما نقدرش نتقبلها لان هذه الدريه هذه خصها تاكل، خصك تديها عند امها، وامها عندها 9 ديال الغرزات، غتقدر تتنقل مع الدريه. هذه الكلينيك هذه ديال لاميتيال انا نقول لك واحد الهضره، هذه ما عندهاش الماتريال اللي كتلزم الدوله. مثلا واحد السونتر بحال هذاك، بحال لي كلينيك بريفي كتلزم عليهم الدوله تكون عندهم كوبوس، لان عندهم اختصاص في الولاده، كيخصهم تكون عندهم هذيك الكوبوس اولا. واضعف ايمان كيخصو الطبيب يكون حاضر، كاين شي كلينيكات تكون بلا طبيب. والقاضي في المحكمه الابتدائيه البحث اللي عمل واحد بحث ديال التهكم على المواطن. انا نقول لك هذاك البحث ما عنده لا راس ولا كوارع، انا كنقول، لان هذا السيد هذا اللي كان بغى يعمل البحث
كان خصو يعيط للاطباء اللي تكلفوا بها واللي داوها، هما اللي عرفوا شنو فيها. ولا هو مشى عيط للطبيب اللي جا كيقول انا هو السبب، لان ما ديتش الدريه للسبيطار وهي تزايده فوق السبيطار. فهمتي يعني كيقول انا ما ديتش الدريه للسبيطار، مع فين وليت هذا المرض. وعندي شهاده طبيه من تما، واحد اهمال لا طبي ولا في الشواهد الاداريه. عمرك شي واحد كيتزاد حاليا ما كيكتبولوش حتى الوزن ديالو في شهاده الولاده. هاد العائله هادي ما عندهاش شهاده الولاده ديالها، ما عندهاش فيها حتى الميزان ديالها. هذا ماشي اهمال، هادشي ما كيتعملش في مره. الناس كيعرفوا الانسان يعني ما يمكنش بيبي يتزاد ما يتعملوش، ما توزنوش، هذه ما معقولاش. فهمتي يا سعدنا؟ شركة التأمين كيفاش تعاملت معكم في هذه القضية؟ الشركة التأمين شي وحدين جات معاهم، لأن سهلوا عليهم الخبراء. المشكل ديالهم هما خصهم يعطيو حتى شي واحد، ما خصهم يخلصوا حتى شي واحد. وإلا ما واحد السيد آخر اللي هو مكلف بلاصتي أنا الممثل ديالهم، مشيت لعندو لأن ما حضرش في الساعة ديال الخبرة، ما حضرش. جات الخبيرة قالت لي خصني ندير له الملف، حتى هبط له الملف كومبلي بيدي، عدلت له الملف هبطت له، قلت له الدكتور قالوا لي نهبط لك الملف، ها اللي كاين وها اللي كاين وها اللي كاين وها المشكل اللي وقع لي. قال له الطبيب كيعترف ما جاش، قلت له الحقيقة بحال اللي كيعترف لأنه وقال هذا. فقال لي لا كيعترف هذا الطبيب هذا ما جاش، راه في الكفاية يحكموا عليه ضده. هذه الهضرة ديالو، وهذاك هو الملف اللي ما وصلش في آخر ساعة. يعني هما كاين عندهم تأمينات في التعليم، ما عندهمش شي تأمين واحد. وبحال اللي كتشوف سي عدنان انا وريتك واحد اللائحه اللي فيها 1000 شخص كيتشكى معايا. يعني هاد التعرضيه هادي كتشفر عباد الله. فهمتي؟ ونقول لك واحد الهضره، راه النقابه راه خصهم يهضروا على النقابه، وما فهمتش انا هاد النقابه انا هادي كيفاش عندها 1000 شخص في يدها وما حلتش هذا الموضوع هذا. وبحال اللي وريتك ديك 1000 شخص موقعين بالتعريف ديالهم بالمثل. شنو المطالب ديالكم دابا اللي كطلبوا؟ واش غنقول لك بصراحه، انا كنت لهذا المشكل هذا كنت قدمت شكايه مدنيه، لان جاني هذا الطبيب هذا الاهمال ديالو بصراحه ما عمرنا عرفنا حنا ديك الكلينيك ميتويال، يعني ما تحبليش انا غيوقع هذا الشيء هذا تما. وكانت القضيه مدنيه بحق ملي دخلوا واحد البلعه ديال الغشاشه مع الطبيب هذا. انا كنت باغي هذه القضيه ترجع جنائيه، لان هاد الناس هادو كان خصهم يتعاقبوا. فهمتي؟ وقال لي المحامي ديالي لان ما يمكنش، لان اذا كنت عملتها جنائيه كان يمكن لي نردها مدنيه، وهذا بحق من مدنيه لجنائيه ما يمكنش. وما ما فهمتش، لان هذوك الناس هادوك انا ما كنتش داعيهم في الاول، انا بغيت ندعيهم دابا من جديد باللي عاد ارتكبوا الاخطاء. فهمتي؟ ماشي بحال ديك الشكايه الاولانيه. المهم انا هادشي ديال القضاء ما كنفهموش. حاجه واحده هو ان كنشعر بواحد الاهمال لا في الطب ولا في القضاء حاليا. ومشيت عند القاضي اللي في يدو الملف دابا، اللي هادي عامين ونص باش يرجع من المجلس الاعلى للمحكمه ديال الاستئناف. كيقولوا له خصهم غير الجواب ديال التامين اللي ما جاوبش. والتامين انا كنقول لك الطبيب كيفاش جاوبني. الطبيب قال لي ودي ولا داك السيد شاد على راسو ما جاش، راه في الكفايه خصهم يحكموا ضده. هذه الهضره. في غياب هذا الشيء هذا التامين الى اخره، هذا لاسورانس ديال البنت، واش كتكلفوا بالمصاريف ديالها من الجيم ديالكم؟ حقيقة كنتكلفوا المصاريف ديالنا بالجيب ديالنا. شحال كيكلف؟ هادشي اللي كتعطي اللي كتخلص لا ميتويال في الترويض ديالها، يعني ما عنده حتى شي علاقة مع الواقع. فهمتي؟ إما تمشي تخلص 40 ديال الدرهم وبقاو يتفلاو عليك بنادم تما في السبيطارات ديال الحكومة، بحال اللي قال لك المروحي، قال لك هادو السبيطارات ديال الفقراء تما هو. فهمتي؟ كتمشي تما كيبقى يتفلاو عليك قد الوقت، قد ما كاين لا ترويض بحال الناس ما هذا، اولا تمشي تخلص 100 درهم ديال الترويض. بحق ملي كتجي تقول لهم ردوا لي 100 درهم كيقول لك لا حنايا عندنا الماكسيموم كنردوا 40 ديال الدرهم. يعني كتصدق كتخلص 60 درهم. 40 درهم كنخلصوا على 60 درهم دا ديفيرونس. ونقول لك ديك المشاكل ديال طلع الملف هبطوا نزلوا كذا شي، حتى من ديك 40 درهم كنقولوا الله يسامح فيها الاغلبيه كنعمل الترويض ما كنمشيش كاع، لا ندفع على ديك الملفات ولا. اون بليس حنايا عندنا واحد الطبيب ديال الدوله
ديال مركز النور ديال بوسكوره ديال كازا، خرجنا مثلا واحد الماتريال بسيط بحال اللي كتشوف هاد كوكاس يا جماعه، هادي ياك بلا شويه، غير هادي بوحدها، هادي واحد اللعيبه راهي بحال اللي كتشوف هي البيسيكلات علاش كتقدر يعني توقف شويه وتحرك بحال هكا ياك، وعنده واحد فيرتيكاليزاتور اللي ما قدرتش نجيبو معايا من مراكش، علاش كنوقفوها وكنخليوها واقفه باش تسطم على رجليها شي شويه، باش تسطم على رجلها. وصلت القضيه مع شي 3 مليون ولا شي حاجه، ملي مشينا بغينا الله يرومبورسي لينا شي حاجه في لاميتوال، قال لك اسيدي هذا الماتريال هذا ما كيدخلش في البلتان اوفيسيال، ما كاينش في الجريده الرسميه، يعني ما عندوش كيفاش يردوا لينا الفلوس. واحد بال على الطرق بقاو كيعطيو لينا واحد شويه من هنا واحد شويه من هنا، هذيك لاسيرونس اوبليغاتوار. المهم هادشي هذا كيعذبوا الانسان زعما بصراحه باش ما تبقاش تطلب شي حاجه. لاسيرونس اوبليغاتوار كيعطي 2000 درهم بارون، انا كنخلص اكثر من 2000 درهم بار موا، ايش ما علاقه. طلبنا منهم وحنا دابا في لاميتوال، مشيت لعندهم كنطلب لهم، قلت لهم اسيدي انا ما تعطيوني لا فلوس لا والو، نتوما عطيوني اون بريزون شارج لهاد الدريه نديها لواحد الكيني وانتوما خلصوا. قال لك لا هادشي ما عندناش لي زاكور مع الكيني ولا مع شي دي كلينيكي كيعملوا الكيني، فهمتي، ما كيعطيو لا اكور. وكنبقاو مستغربين بصراحه، انا كنبقى مستغرب في هاد لاكتيتود اون جينيرال ديال كيفاش الشؤون الاداريه ديال المغرب وهاد المسائل كتخليني شويه كنشوف هادشي. شنو هي الرساله ديالكم للمسؤولين؟ انا الرساله ديالي للمسؤولين هو ان هذيك الاطباء اللي زوروا مور هادشي هذا واللي شاركوا في التزوير هذا الملف هادوك خصهم يتعاقبوا. اما انا في الاول ما كانش كيهمني هذا الطبيب هذا في الاول، انا هذاك سميتو زعما باش نقدر نقول لك ان كلوشار، لان واحد اللي تجي تحطو في واحد الدوله ويجي يبقى يسرق في الموظفين في عرض الله اش غتسميه؟ انا كنسميها ان كلوشار، عاد كيقيل غير سكيرينا في طنجة. شنو فهمتي، راه معروفه عند البلاد راه كيعرفوه. واللي بغيت اسيدي التباقي اللي تزوروا هادشي هذا، الدوله بصراحه خصها تعاقب هاد الناس هادو. وحنا دابا في هاد الحكومه جديده وهذا الدستور جديد، زعما بصراحه ما كانش خصو الانسان يبقى يتماطل على التطبيق ديال القانون. حنا المغرب كل ما بقى راجع للور غير يعني بعدم تطبيق القانون، اما القانون كان في كفايه في المغرب. يعني الانسان كان يمكن تصلح هذه واحد الحاجه ولا ما تصلح ولا شويه واحده تعدل ولا هذا، وانما القانون راه كاين. دابا اللي بغيت نعرف انا، هاد الطفله هادي بحال اللي كتشوف الحاله ديالها، ما كتخلف ما كتهضر ما كتجلسش بوحدها، خصها شويه خاصي، خصها واحد الشخص يكون خدام غير ليها، لان هادي خصك يبقى الانسان معها 24 ساعه على 24 ساعه. اخيرا طلبتهم واحد النوع ديال التعويض اللي هو بسيط، لان ما فهمتش حتى كيف طلبت انا داك التعويض. قلت لهم يعطيوها واحد 5000 درهم، قلت انا واخا يخلصوا لها غير الترويض ديالها في الشهر، يعني فهمت. غنبقى انا نمشي نقلب على المروض دابا هادي باش ديها هاد المروض وتجيبها، راه ما بقاتش ساهله، لان راه رجعت ثقيله الوزن ديالها، وكل مره هي كتكبر وداكشي كيتعقد، فهمتي يا امانه، داكشي كيتعقد، هي كتكبر وهي كيتعقد. دابا الدريه راه تكون فاتت واحد 30 كيلو، و 30 كيلو هي والشوليه ديالها تبقى هزهم، كيخصها الطوموبيل الخاصه، كيخصها واحد الحوايج بحال هذا. انا كنت عول على اضعف ايمان يعطيوها واحد 5000 درهم غير باش يعاونونا على الوقت. اما هي لي فري ديالها نقدر نقول لك انا راه كيفوتوا 5000 درهم ديالها بوحدها. وكنشوفوا هاد الدريه دابا الطفله هادي ما عندهاش شي مستقبل اكثر، يعني هادي ما غتقدرش تخلف ولا ما غتقدرش تعمل حتى شي حاجه. كنعملوا لها الترويض باش ما اش غنقول لك، باش ما يموتولاش العضلات مع وباش يبقى شويه سكل، يعني كيبقى الانسان هذا هو اللي كيجعلنا نعملوا لها الترويض، فهمتي. اما هي الحركه راه ما غادي تقدرش تخلف.